السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وكامل بصحه جيده يا رب. ويلقاكم لا فيديو تاع نهار اليوم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بقفطان. نورمالمون من قبل درت معكم قفطان مي بصح حبيت نعاود لكم بس كاين المبتدئات يستحقوا الاعاده. قفطان راح ندير الطريقه تاع الداخل في الخارج مع الفصاله قادره تفيدكم. هنا راح عندي كما قلت لكم عندي القطيفه تاع الشعره وهاد لي زابليك راح نخيطهم من بعد، ركبهم عفوا من بعد كي نخيط القفطان ونفضوا. وانتم تقدروا ديروه بالساطه ولا القماش تاع القفطان اللي حبيتيو عليه. هنا القماش عندي مترين ونص عفوا، بيسك القطيفه تاع الشعره تجي شويه ضيقه هكذا في الطول باش نديرها لاغج. هنا المرحله هذه تعرفوها، طويتها بالطول عادي ومن بعد حكمت القياسات، درت هنا بينت كلش، تراسيت كلش. دوك راح نفهمكم واش اللي درت. حكمت من فوق 20 سنتيم هذه تاع الكتف، 8 تاع الرقبه، ومن بعد هبط بحوالي 21 سنتيم حتى 22 سنتيم، تجي شويه كبيره الرقبه بيسك صواغي، وهبط ب 21 سنتيم. حررت الإبط ودرت محيط الصدر على 4، ومن بعد أهبط ب40 سنتيم ولا 41 سنتيم ودرت محيط الخصر على 4، وهبط من محيط الخصر 20 سنتيم 20 سنتيم ودرت دورة الحوض اللي هي ليونس. باش ما تجيناش على ليونس ضيقة، سورتو الزبونة شوية عندها ليونس. وهبطت حتى لآخر نقطة تاع القندورة وطلعت من الجهة هذيك ب6 سنتيم باش ما تجيناش بالعامية القندورة مجونحة، تجي هابطة على لي كوتي. حكمت انا الطول الكلي وزدت تاع بالطبع تاع الكفه. هذه هي الفصاله نورمالمون تكونوا فهمتوا عليا. حردة الإبط اللي تعود واحدة مبتدئة، وكاينين كاينه واحدة من قبل وقالت لي ما نعرفش ندير حردة الإبط. راهي سهلة، شري البيروكي، هو كاين مسطرة تجي هكذا تعين لك منحنيات هكذا الرقبة حردة الإبط، اشريها تسهل عليك كامل الأمور. حطها وتراسي ديريكت وقص. انا راح نفصلها الجهه الاماميه، هذه الجهه الاماميه. قلت لكم هذه فصلت الداخل في الخارج، نفصل الامام وحدها ومن بعد راح نقلب ونفصل الخلف. هنا قلت لكم طلعت الجهه هذه تاع الكفه، اوبليجي نطلعوها سورتو كي تعود القندوره لاغش. قد ما تكون القندوره لاغش قد ما نزيدو نطلعو باش ما تجيناش هابطه على لي كوتي. هنا راح ندير لافونت، راح نديرها 45، وانتوما كيما حبوتو طلعوا فيها ولا تهبطوا فيها. انا ما حبيتش نطلع فيها بزاف، درت حوالي 45 عفوا، تقدروها مام حتى 50 سنتيم. هنا نقصها ونقلب على الجهه المفتوحه. انا بديت بالجهه المغلوقه اللي هي الاماميه، ومن بعد راح نقلب على القماش الجهه الاخرى تاع القماش عفوا المفتوحه. انا درت القياسات كامل، انا عبيت على الزبونه بلا ما تخيبه. نجي قلت لكم الجهه المفتوحه ونخلي الجهه هذيك المفتوحه كاينه سفيفه هكذا، نخليها بس هذيك راح تجي خياطه اوبليجي نخليها. ونوصل لحتى لوين نقدر نحط الجهه تاعنا. الرقبه تاع الخلف درتها هبطتها ب10 سنتيم، الغمقه تاعها 10، وانتم تحبوا ديروا 12 ولا تحبوا كبروا فيها قد ما تقدروا. هنا ماما درتها نقول لكم 10 ولا 12، وانتم تتحكموا في الغمق تاع الرقبه. انا عندي لي بانس هبط ب27 سنتيم لحلمة الصدر، ودخلت ب12 سنتيم الفرق بين الحلمتين، ودرت طول البانس اللي هو 28. قلت لكم وحده قصيره دير حتى 26 برك، ودرت دخلت ب12 سنتيم باش يجيونا خط واحد لي بانس، ونحكمهم بلي زيبانغل باش كي نطراسي يجيونا قد. انا راح نقص على الامام، نكمل لي كملت لي كاطي، نعين لي بانس ونرجعو الليمونس. لي بانس اوبليجي ديروا بالطريقه هذه باش يجيكم من بعد قد.
نفس المسافة ونفس الطول. انا نحكم القماش المتبقي. هنا طول المونش راح نديرو 50 سنتيم، غندير 3 كار. هنا بعد ما طويت على 4 بقيت 30 سنتيم. انا ندخل ب 14 سنتيم. انا كي ندير هذا الخط المائل نحسب 30 سنتيم فقط، ونحكم المنتصف تاعو يكون 15 سنتيم، وزيد نحكم المنتصف تاع 15 سنتيم وندخل بواحد ونصف. نعرف نخرج بواحد ونصف، ومن الجهه اللي لتحت ندخل بواحد ونصف في المنتصف. هذا هو الشكل تاع لي مونش اللي راح نخيطهم مع حدة الابط. ركزوا معي. وهنا نهبط ب25 من الفوق. وهنا كنت حسبت طول الذراع اللي هي الزنده، عفوا عرض الذراع، ودرته على 2 وعينت. انا ما درت عفوا درت 15 سنتيم من تحت العرض. والعرض نتوما تحكموا فيه حسب الذراع تاعكم وحسب واش حابين ديروه عريض من تحت، حبوا ديروه بوزي هكذا ضيق، هادي كيما تحبوا نتوما تحكموا في العرض. ونقص المونش تاعي. غندير كف رقيقه من بعد برك نعين المنتصف اللي راح نحطهم على الكتاف ونخيط. من بعد راح ندير السجاف تاع الخلف والامام باش من بعد يجينا سهل في السجاف. ومن الافضل تديروا حاجه خفيفه باش اصلا شويه هكذا خشينه هاد القطيفه كي تزيد تسجف بها. مي بصح انا ما لقيتش بديل دائبه درت هذه، وما جيش يعني خشينه بزاف ولا. بصح من الافضل ديروا لا طوال كولونط اذا متواجده عندكم، ولا ميم لي تيسي خفيف يكون من نفس لا كولور طافطه ولا اللي كان. بصح انا هنا درت قطيفه برك. حكمت هكذا تراسيت الرقبه على الطرف تاع القماش هذا اللي هو السجاف، ودرت العرض تاع السجاف اللي حبيت عليها. انا درت نورمال 7 سنتيم. من بعد راح نفصلو عادي على شكل الرقبه، ومن بعد راح نحدد فيه لا فيزلين. وتقدروا ميم لا فيزلين تحدوها على الرقبه قبل ما تفصلوها، ومن بعد تفصلوا الرقبه وتسجفوها. الطرق تختلف وكل واحده الطريقه اللي تساعدها. هنا راح فضيت الفصاله راح نوليو نخيطو مع بعض. انا هاو السجاف كيفاه درت له. نحكم درت له بالسيرجي على الحاشيه تاعو بعد ما كنت حددت له لا فيزلين. درت الخلف والامام بنفس الطريقه. انا راح ندير السجاف تاع الامام راح نسجف. حطيت الوجه تاع القماش مع الوجه تاع السجاف. من بعد راح نخيطو لو طور كامل وندخل بحوالي نص سنتيم ونخيط. انا شويه تزلق شويه تتحرك لي القطيفه من على السجاف. تقدر وحده مشاريه تخيطوا ما بيد هسه، ومن بعد تعاودوا بالماشينه. نورمال الصوره واضحه. شوفوا هنا بعد ما فضيت نقص الزوائد ونكرونتي سورتو الكوان هذا، سورتو الكوان هذا. بعد نحكمو بالشكل هذا، نحكمو بلي زيبانغل، ومن بعد ونزيد نخيط السجاف باش ما يتحركناش من بعد. انا بعد ما فضيتها
خيط السجاف كامل. راح ندير لي بانس. هنا نبدا نخيط، ندخل بالعقل بالرقيق حتى نوصل للمنتصف، ندخل ب1 سنتيم، بعد نولي نخيط على شكل مثلث ونخرج حتى لطول البانس الكلي. بعد راح نكملها في ربع بالشكل هذا. انا راح نكف لافونت بعد ما درت لها قد السجاف، وهو تقدر ميم تسجفها بصح شويه كي تسجفها تجي شويه طالعه على كيما كي تكفها. انا كنت في فيديو من قبل كنت سجفتها بالليبي ولا. هنا درت الخلف سجفته مي بصح ما قلبش السجاف حتى نخيطها عفوا مع الامام، نخيط الكتف مع الكتف ونقلب عليهم الزجاف بالشكل هذا. هذا الزجاف تاع تاع الخلف عفوا. بعد نقص الزيادات هذيك اوبليجي نقص هذه النقطه باش ما تجيناش خشينه هكذا مع الكتف. بعد ندير السوجي، ندير الجهه الاخرى. هذا هو السجاف تاعنا. بعد ما نفضو بعد الخلف راح نخيط السجاف مع القماش بالشكل هذا مع الرقبه. هنا بعد ما خيط الكتف تاع الخلف مع تاع الامام، واش راح ندير؟ راح نخيط هاد السفيفه. هنا راح نبداها من الدفاره من تحت من لافونت، من الجهه تاع لافونت هذه، ومن بعد نمشي على كوطي واحد من الجهه تاع رقبه تاع الخلف، ومن بعد نعدي على الجهه تاع عفوا تاع الامام بعد تاع الخلف، ومن بعد نطويه في الرقبه تاع الخلف ونعاد نرجعو ونمشي ب اسمها لا دوزيام تري هكذا، ومن بعد نرجعو لافونت الثانيه، جهه تاع لافونت الثانيه. ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا. باش ما نقصوا ما والو نديرها ديريكت، نخيط ديريكت. شوفوا كيف يجي. هنا طويته في الخلف، هنا راح ندير خياطه الثانيه. هنا ما حطيتش في الجهه تاع الخلف وحدها وجهه تاع الامام وحدها، نو خيطت الكتاف وخيطته كامل، مشيت به من البدايه تاع الجهه نتاع لافونت، ومن بعد كملت به بيسك يجي زوج جهات يا اخي. من بعد سما بديتو من البدايه تاع البان تاع عفوا تاع لافونت الجهه، وبعد فديتو في الجهه الاخرى. اسمع ما قصيتو ما درت الامام وحدها ما درت الخلف وحدها. ان شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوا عليا. هنا درت لي مانش كفيتهم وحطيت لهم سفيفه وخيطتهم. هنا راح نخيط لي كوتي تاع القفطان. هنا في الحاله هذه اوبليجي تقفلوا القندوره، ومن بعد عاد تخيطوا لامونش. كاين اللي تخيط لامونش مع القندوره باغ اكزومبل، تخلي عفوا مع القفطان القندوره فاصون تخلي لي كوتي محلولين والمونش محلول، بعد تخيط حردة الابط مع لامونش، وبعد عاد تقفل من المونش وتهبط حتى للقندوره اخر نقطه. مي بصح هنا خيط لي كوتي باش نخيط السفيفه عفوا باش نخيط السوطاج هذا يجي على كوتي تاع القفطان بالشكل هذا. احنا نحاول نقلب الخياطه للداخل ونعدلها ونخيط، نحاول نخيط عليها على ديك الخياطه للداخل باش تجينا الخدمه مليحه. انا نعدل ونخيط. راح نكملها كامله حتى لحرده الابط. شوفوا كيف تجي. بعد راح نحددها.
من بعد راح نحط لامونس لداخل كيما هكا بالشكل هذا، ونحط الخياطه تاع المانش مع الخياطه تاع لي كوتي، ونحكم بلي زيبانغ. نحط المانش من فوق. من كنا عينا النقطه هذه اللي عيناها بالمقص، نحطها مع الكتاف ونمشي بالشكل هذا. والقماش المتبقي نديرو ديبلي ولا دي فرونس. والجهه الاخرى نديرها نفس الشيء. بعد نخيطو عادي. بعد كي نخيطها امام هنا رايحه ندير السوطاج. هي شويه تجي واعره بيسك مقفول، بيسك مخيط المانش. انا خليت جهه شويه مفتوحه تاع لامانش باش ندخل فيها هذاك السوطاج باش تجينا لا فينيسيون مليحه. ونخيط. قلت لكم شويه تجي واعره بيسك جايه مخيط لامونس شويه تجي مزينه في الخياطه. بس الانسان يحاول برك يعدل. شوف نقلب الخياطه اللي لداخل. بيسك هذه اسواغي لازم الانسان تجي حاجه ما كما نقولوا نظيفه والحاجه ما متقونه. شوف كيف نحاول انا ندير بصبعي نعدل ونحكم مليح. شوفوا كيف راح يجي بالشكل هذا. قلت لكم ما كي نفض راح نزيد ندخل هذاك السوطاج لداخل في هذيك اللي كنا خليناها الجهه المفتوحه. من بعد عاد راح نغلقها نخيطها. هنا راح نحط لي زابليك هذو. وانتم حطوا واش تحبوا دي بيرل، تحبوا غالون اللي حابين عليه واللي عاجبكم انتم كل وحده واش حابه هي. هنا راح ندير لا سينتور. كنت درت لها هذا الطرف على القيس تاعها، درتو على هكذا على 2. حكمت القيس تاع هاد لا سينتور ودرتو على 2 باش تجي مغلفه كامله. وخليت بالطبع تاع الخياطه. انا راح نخيطو. شوفوا الطريقه اللي راح ندير بها لا سينتور. راح ندير بها الغرز هذا كله على باش واش سميتهم اللي راح نحط فيهم السوطاج باش نقفل لا سينتور باش ما نقولوا تتقفل من اللورا. انا راح ندير هاد الاشريطه طول تاعهم نورمالمون 8 سنتيم ولا 7 سنتيم. هنا 8 سنتيم وانت قلت لكم 8 سنتيم. نحاول نديرهم بالشكل هذا وندخلهم ونخيطهم باش كي نقلب من بعد هاد لابوند يخرجوا في اخر لابوند كيما هكذا. انا نحكم هاد التورنيفيس هذا يجي مع لا ماشين نقلب بيه. شوفوا معي كيف يجيو هاد الفتحات ولا سميهم تاع السوطاج. هنا بعد راح ندخل لا سانتير هذه تتباع عريضه نورمالمون 25 ميل. وتقص انتي العرض اللي حبيتي عليه. نعاود نخيطها بالشكل هذا باش بعد ما يتفتحوش ونغلقها بالشكل هذا. نحاول نقص جيست من وراء لا سانتير. بالطبع نخلي تاع الخياطه اللي راح ندخلها لداخل. خلي جزء راح ندخله لداخل ونولي نزيد ندير هاد الاشريطه تاع السوطاج ونزيد ندخلهم بالشكل هذا ونخيط باش نحكم بيهم لا سانتور. بالطبع
شوفوا هنا بعد ما فضيته نحط لهم بعد هذا السلطاج. بعد راح نحددها، كي نحددها راح تتعدل، راح تلصق القماش، راح يلصق فيها ديك لا سانتور. بعد راح تحط فيها هي دي زابليكد. شوفوا هنا كيف خرج الكافطو تاعنا، يعني جا ما شاء الله، جا تحفه، جا ميم لا كولور تاعو باهيه. وكيما تعرفوا كامل البلو يجي معاه لارجونتي. انا وريتكم اكسبري واقف كامل باش تشوفوا كيفاه لارج من تحت، كيف يجي لارج. تقدروا ميم ديروا السفيفه من تحت على لو طور كامل تاع الدفاره. شوفوا كيفاه جا باهي، ميم الخدمه ما شاء الله جات متقونه، مالغري هاد القاطفه شويه صعيبه في الخياطه. هنا حباباتي وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى تكون نال اعجابكم واستفدتوا منه. واذا عجبكم ما عليكم غير ديروا لي اعجاب وتخليوا لي ارائكم وتعليقاتكم. ودمتم في رعايه الله وحفظه، وفي فيديو لاحق ان شاء الله.